بص، هو انت ما تزعلش من واحد راح يأمن مستقبله، بس هو الزعله ان انت زعلت من زيزو ليه يا كابتن؟ ايه؟ زعلت من زيزو ليه؟ ما هو بيأمن مستقبله برضه. لا، زيزو مختلف. لا ايه اللي مختلف؟ بيأمن لا 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 مستقبله. لا لا افهم الكلام ما هو ده. الزمالك طارق حامد كان هياخد فلوس، ولما راح الخليج اخد فلوس. زيزو زعلته ليه؟ ما هو راح برضه الاهلي عشان ضحك عليهم، عشان ضحك على جماهير الزمالك ومجلس الاداره. آه. وسبب من اسباب ان هو مش شايف، عشان كده انت واخد بالك؟ لان حلف ببنته وحلف على المصحف مع الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن ده اللي مزعله يعني. انا مالي، هم اللي زعلانين منه. إيه، خليك واضح وصريح. واضح وصريح. إيه، انت لما انا جم يتكلموا معايا، واخد بالك، اللي حصل مختلف تماما غير اللي حصل مع زيزو. انا اللي عايز اروح ورحت، مجلس الاداره اللي ما جاش. انما دولت قاعدين ويقول له 80 ويقول لهم 50، مش عارف بدايه تعاقد ماشي، مش ده اللي حصل. وده اللي طلع الاستاذ عمرو الجنايني قال اللي كان بيتفاوض معاه. وقال لك مش عايز ميدو يتعاقد يتفاوض معايا عشان بابا زعلان منه. ماشي، وجابوا له عمرو الجنايني وجابوا له حازم. هو في احسن من كده؟